السلام عليكم، أهلا وسهلا. اشتركوا في القناة الآن وفعلوا الجرس ليصلكم كل فيديو جديد. مثير: الفيفا يسحب ملف نهائي الكان من الكاف. دخل ملف نهائي كأس إفريقيا مرحلة حساسة وغير مسبوقة بعدما قررت وحدة النزاهة التابعة للفيفا سحب الملف من الكاف والتحقيق فيه بشكل مستقل. يأتي هذا التحرك بسبب قلة الثقة في قدرة الاتحاد الإفريقي على إدارة الأزمة بعيداً عن المؤثرات الخارجية، مع تجميد أي قرارات محلية أو تسويات سياسية لحين الانتهاء من التحقيق. ووفق التسريبات، تشير الأدلة الأولية إلى وجود مكالمة هاتفية استمرت 17 دقيقة بين مسؤول سنغالي رفيع وبعض أفراد الطاقم الفني خلال توقف المباراة، ما يحول الواقع من انسحاب عفوي إلى قرار مؤسساتي قد يندرج تحت خانة التلاعب الرياضي بحسب المادة 44 من لوائح الفيفا. وتتضمن السيناريوهات القانونية المطروحة تجريد السنغال من اللقب وتركه شاغراً، مع احتمال فرض عقوبات أبعد قد تصل إلى حرمان المنتخب السنغالي من المشاركة في كأس العالم 2027 في حال ثبوت تورط إداري. وتتابع الدوائر المغربية الملف باهتمام، مستندة إلى أدلة تقنية وسجلات دقيقة تؤكد موقفها القانوني. الكشف عن الحوار الذي دار بين الركراكي ومدرب السنغال خلال انسحاب الأخير من نهائي الكان، كشفت قناة BN سبورت القطرية عن تفاصيل الحوار بين الناخب الوطني وليد الركراكي ومدرب السنغال بابي ثياو في نهائي كأس إفريقيا 2025. وحسب ما شاركته قناة BN سبورت القطرية، فإن الخلاف بين الركراكي وثياو بدأ مباشرة بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، قبل أن ينتفض الركراكي عند مشاهدته احتجاج السنغال ويتوجه إلى مدرب الأخير قائلا: انتظرت يا بابي، ليرد السنغالي بي: لا، ما حدث غير طبيعي إطلاقا. ورد الركراكي عن انسحاب السنغال من المباراة. هل هذا تصرف طبيعي؟ ليجيبه ثياو بي: والهدف الذي تم إلغاؤه هذا طبيعي. لينهي الركراكي الحوار بي: لكن الحكم صفر قبلها، وكان مدرب السنغال قد حرض لاعبيه على الانسحاب من المباراة ليعودوا حينها إلى غرفة تغيير الملابس قبل أن يتراجعوا عن القرار. شكرا لمتابعتكم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. سلام عليكم.